زوجة تخون مع السلامة، لكن أم تقتل ده اللي صعب عقلي يصدقه، بس للأسف موجود. حاجات غريبة ودخيلة على مجتمعنا، والخوف إننا نتعود عليها من كتر ما بقينا بنشوفها، وشوية شوية رد فعلنا عليها يقل. واللي كان امبارح خبر مرعب النهاردة يبقى مجرد خبر، وبعده يبقى عادي بقى. زي حضرتك. اهلا بيك. أستاذ محمد، اهلا بيك يا فندم. ممكن حضرتك تحكي لي قصتك من البداية؟ هو الموضوع بدأ من ساعة طلاق حصل في شهر 7. قبل شهر 7 بشهرين المشاكل اللي ابتدت تزيد، خلافات كانت ما مش خناقات حد يعني حابب ان هو يعيش، هو كان تلكيك. انا طبعا كنت شغال في العاصمة، ما بين العاصمة اسبوع وانزل اسبوع وانزل، فكل اسبوع باجي بلاقي في مشكلة جديدة، في مشكلة جديدة، دين جديد، قرض جديد، قصة جديدة. تعبت. أنا طبعا موضوع الطلاق بالنسبة لي كان صعب. هو حضرتك متزوج بقالك كام سنة؟ من 2016. وتعرفتوا على بعض ازاي؟ والله هي كانت جيران كده ناحية أختي، يعني هم كانوا جيران وأنا شفتها وحد رشحها لي من البداية ما كانش مدرسة. فيه أي مؤشرات لأي حاجة من البداية؟ لا، اللي هو جواز صالونات عادي. تمام. بس اللي هو أنا كنت يعني ما كانش فيه حب، ما كانش فيه لا أي علاقة قبل الزواج؟ لا، كنت بتعامل بمودة ورحمة، ما كنتش بتعامل بحب بصراحة يعني، بس ما قصرتش يعني. كانت المودة والرحمة أحسن من الحب يعني. أنا كنت بتقي الله في كل حاجة، حتى في المتطلبات اللي كانت عليا في البيت كنت بعملها على أكتر من اللي مطلوب. طب أستاذ محمد، هو الزواج استمر كام سنة؟ 2016 لغاية 2024، شهر 7 2024. يعني 8 سنين تقريبا. 8 سنين تقريبا. في خلال ال8 سنين دول مفيش أي حاجة ظهرت؟ لا، أول الأربع سنين مفيش أي بوادر خيانة، مفيش أي حاجة؟ لا، أول 4 سنين ما كانش في حاجة. كانت زوجة صالحة يعني؟ كانت كويسة يعني، كنت اللي أنا شايفه كويسة يعني. ما كنتش شايف حاجة غير اللي أنا كنت بشوفه، حاجة غير اللي كانت هي بتضمره من جوه. طب وإيه اللي خلى حضرتك تشك إن في حاجة؟ هو أنا ما شكتش، خيانة أو كده؟ ما شكتش في خيانة. أنا ما ما شكتش شكتش في في إيه؟ خيانة. أنا هي مش حابة إن هي تكمل معانا، قلت تعبت من العيشة معايا، لأن أنا كنت المادة معايا كان الموضوع صعب شوية. في السنة الأخيرة، آخر سنة اللي كانت فيها العشرة، كانت خلاص بقى هتنتهي. يعني معلش بس بدون قطع كلام حضرتك، يعني أول 4 سنين كانت الدنيا ماشية تماما جدا ومفيش أي مشاكل ولا في أي حاجة. ال4 سنين دول كان فيهم أولاد؟ كان في مكة، وبعديها بسنتين جت خديجة. مكة بعدها بسنتين جت خديجة. تمام. بس طبعا لما جت مكة التمسك زاد، لما جت خديجة التمسك زاد. التمسك حضرتك بيها؟ ما فيش بقى حاجة يعني ما ينفعش أعمل حاجة تهد البيت. طب وهي كانت إيه يعني، بتعمل إيه؟ كان يعني وجود الأولاد ما أثرش في أي حاجة؟ لا، هي كانت أنا كنت بشوف إن هي ما كانتش بتعامل عيالها على إنها يعني ممكن تأذيهم، بالعكس كانت بتحبهم قدامي وما كانتش يعني ما كانتش بتأذيهم؟ لا لا لا، كانت بتحبهم عادي؟ لا يعني عادي، التربية العادية اللي احنا كلنا كنا يعني أصلا أنا ما كانتش بتعنفهم، ما كانش بيحصل منها أي حاجة. مع مكة كان بيحصل تعنيف، كانت بتعنف. بس أنا كنت بقول إيه مثلا عادي، أنا والدتي كانت بتعنفني مثلا يعني ما بسمعش الكلام بتضرب عادي. بس ما بسمعش الكلام اتقتل، لا ما بسمعش الكلام اتقتل؟ تعذب قبل ما اتقتل كمان. تتعذب؟ مكة. لا احكي لي بقى بالتفصيل. مكة وخديجة الاتنين، أنا لما طلقت في شهر 7 كل أسبوع مكالمة من حد: أنت لازم تيجي تاخد العيال، مراتك اللي هي مكة وخديجة. مكة وخديجة، أنت لازم تيجي تاخد العيال تعبانين. طبعا أنا أروح أشوف العيال ألاقي عيال زي الفل. طب أنا هي منورانا، هي زي القمر ما شاء الله، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. ازيك يا خديجة؟ الحمد لله. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تعالي هاتي بوسة. ده خديجة دي نقطة في بحر مكة. الحنية دي واخداها من مين بقى؟ لا، مكة واخدة الحنية بتاعتها مني أنا، إنما خديجة اتعلمتها مني دلوقتي. ضربتها حتى بالقلم. مين اللي ضربها بالقلم؟ تعال. طبعا هي وخديجة لما طلقتها كانوا معاها ولا مع كانوا معاها هي، وهي رفضت ان هي تديهم لي، يعني هي كانت رافضه اصلا ان هي تديهم لي. تمام. بعد كده ابتدت تزن على بعد انا طلقت في شهر 7، الحادثه حصلت شهر 12. تمام. في ال4 شهور الحادثه؟ حادثه التعذيب والقتل بتاعت مكة، وتعذيب وشروع في قتل خديجة.
لا طب ايه ده لا معلش بقى بالراحه كده ممكن افهم بالراحه. مكة اتعذبت يعني ايه اللي واتقتلت، يعني اتعذبت وماتت. الكبيره اه اتعذبت وماتت؟ خديجة اتعذبت وكانت هتموت، بس الحمد لله لا يعني فهمني ازاي ربنا معلش. لطف يعني. الحمد لله ربنا يحميها. طبعا هي عينيها زاغت شويه على تجار المخدرات. انا كنت قاعد في شقه، والشقه اللي جنبي كانت ساكنين فيها ناس بيبيعوا مخدرات، فيهم واحد اللي هو القاتل ده كان محبوس. القاتل؟ هي يعني اللي قتل بنت حضرتك؟ هو يعني والاتنين. هي وهو؟ هما الاثنين. احكي لي معلش بالتفصيل كده. هما الاثنين حصل بينهم يعني بقى في علاقه مع بعض؟ فاكتشفتها ازاي طيب؟ ده بعد الطلاق انا اكتشفت ده كله. يعني قبل الطلاق انا لحد ما رحت عشان اشوف بنتي في الثلاجه في المستشفى، ما كنتش متوقع ان امها تعمل كده. يعني انا قلت حادثه وقعت من عماره، ما توقعتش ان. طب احكي لي بس من الاول كده بالراحه. بالراحه. لما رحت النيابه وعرفت القصه. طب احكي لي كده بالراحه ايه اللي حصل من الاول؟ الاول انا كنت عايش في شقه تمليك، وكان جنبي جاري. ومعامله الجار للجار اللي هو زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بالجار يعني، فكنت دايما بتقي الله في جاري. اللي هو مهرب المخدرات ده او تاجر المخدرات. وهم معروفين على فكره. لما خرج من السجن كان محبوس. لما خرج من السجن ابتدت المعامله، طبعا هو اتحبس 5 سنين او 4 سنين وخرج، فابتدت المعامله معايا من مراتي تتغير شويه. مش كتير. ده بعد الزواج بكام سنه من حضرتك؟ بعد الزواج ب4 سنين ونص تقريبا او 5 سنين. يعني هي بعد رابع سنه هي بدات تتغير. لما الراجل ده كان اتحبس وخرج. تمام. وطبعا لما هو اتحبس كانت مراته حامل، ما سبتش مراته، كنت معاه وكنت بتعامل. لما ولدت بنته كنت بتعامل معاه زي مكه وخديجه، زي ما بجيب لمكه بجيب لها. المعامله معاها هي اتغيرت شويه، مش تغيير جذري. طبعا هي الله اعلم بقى عينيها يعني عينيها زاغت يعني ليه؟ ايه؟ يعني اعجبت بيه مثلا اعجبت بشخصيته. بشخصيته. وهو رد سجون وتاجر مخدرات. عجبته الشخصيه. عجبتها الشخصيه. عجبتها الشخصيه. انا اسف موضوع مكه بس يعني معايا تعبني شويه، معلش انا اسف. لا معلش. لما خرج حضرتك لما خرج من السجن انا ما كنتش حاطط في دماغي خالص موضوع خيانه، لان انا لما كنت كنت مكانه وهو محبوس عمري ما خنت. اخته لما جت تتجوز اتجوزت عندي في الشقه. لما كتب كتابه عندي في الشقه. لما بعمل اكل اللي بندخل عادي اللي هو زي ما يعني بحكم الجيره. استاذ محمد معلش لو حضرتك حابب تقلع الماسك اتفضل. انا بقول كده برضه. اتفضل كمل. اصل حضرتك مش عامل اي حاجه علشان خاطر انك تتضايق. مش عارف اتكلم اصلا. لا اتفضل. انا دلوقتي حق مكه في ايد ربنا سبحانه وتعالى، هي ماتت. طب ازاي اكتشفت الخيانه من الاول؟ لا انا يعني مراتك بتخونك؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا ما طلقتش عشان الخيانه. انا ما طلقتش عشان الخيانه. انا الخيانه دي اكتشفتها بعد كده، بعد ما طلقت. امال طلقت ليه؟ طلقت لان انا كل اسبوع بنزل من الشغل الاقي في حد ليه فلوس، الاقي في معامله وحشه، الاقي ضرب في البيت، الاقي صوت عالي في البيت، مفيش راحه. ما كانش ينفع ان انا يعني حضرتك اللي عملت الطلاق ده ولا هي اللي طلبت الطلاق؟ هي اللي طلبت وهي اللي تعمدت الطلاق. انا كنت هي افتعلت مشكله عشان تتطلق. عملت كذا مشكله، مش مشكله واحده. تمام. عملت كذا مشكله، يعني تتخانق مع الجيران، تخلي ناس تزعل مني، تقول عليا كلام، تخش ما بين 2 متجوزين تخرب الدنيا ما بينهم، تعمل مشاكل. حتى لما جينا قالت لي انا هطلق، رحت لاهلها وقلت لهم انا العيال انا مش هعرف اطلع عشان العيال، يعني انا خايف عشان العيال. فهي قالت انا عايزه اطلق، والعيال انا هاخدهم مش هديهم لك. انا وقت ما تحب تشوفهم انا هديهم لك. انا بقى. طب والله يا بنت الناس عملت حجتي بقى اللي هو ايه مصاريف المأذون والكلام ده عشان خاطر ايه الموضوع يبرد شويه. مالكش دعوه بموضوع المأذون، انا هدفع فلوس المأذون. انت بايعه. بايعه. طب العفش والقايمه والحاجه هتنزل لك عنهم، مش عايزه منك حاجه. طب ساعتها حضرتك شكيت ان في راجل تاني؟ لا ما حطيتش في دماغي الخيانه. لا الخيانه صعب والله، لان انا ما خنتش. يعني انا ما بصيتش وحش. ودايما بتقي الله فيكي في كل معاملتي مع اي حد، بتقي الله فيكي. يعني كل الحاجات اللي هي عملتها دي ما لفتتش نظر حضرتك خالص انها ممكن يبقى في راجل تاني؟ انا كل اللي كنت حاطه في دماغي
يعني عايزه تتطلق لان المعيشه كانت ضيقه شويه واستحملت معايا كتير وكده. لكن ما جاش في بال حضرتك خالص ان ممكن يكون في حاجه لا تانية؟ طبعا. طيب استاذ محمد، دلوقتي عايز اعرف بالتفصيل اللي حصل لبنت حضرتك مكه. بص، هو موضوع مكه هي اتعذبت واتقتلت، بس ليه؟ هي عارفه حاجه وشافت حاجه. لا، اتعذبت ازاي؟ يعني ايه اللي حصل؟ احكي لي بس. في اللي شفته منها شفته في خديجه، يعني شفت حرق، شفت عض، وفي صور، وشفت يعني ضرب وزرقان. يعني هو في ام طبيعيه هتعمل كده في بنتها بدون سبب؟ هو احنا مش هنقول بقى ام بس، هما يعني اللي عمل كده مش ام بس، مش بني ادم بس. ايوه، يعني حتى لو في سبب، يعني حتى لو في سبب، يعني ده اكيد البنت عرفت حاجه او شافت حاجه فما استكفتش من تعذيبها وكملت عليها بقتل. يعني حضرتك انفصلت عن والدتها، وبعد ما انفصلتوا البنات فضلوا مع الام. مع الام، وهي تمام. كانت عايزه البنات، يعني هي قالت لي انا هاخدهم مش هديهم لك. طيب ازاي جال حضرتك خبر الوفاه؟ كنت نازل يوم الخميس علشان اجيب مكه، لان المكالمه اللي جات لي منها كانت جات لي يوم الاثنين او الاحد. يا بابا انا عايز اجي لك دلوقتي، انا عايز اشوفك دلوقتي. مكه كان عندها كام سنه؟ كان عندها 7 سنين ونص. تمام. فانا قلقت. وهي اللي بتكلم حضرتك بنفسها؟ وبتكلمني وبتعيط، والمكالمه كانت متسجله واتسمعت تقريبا. يعني يا مكه انت عارفه انا قاعد في صحراء يا حبيبتي، طب انا هاخدك معايا ازاي؟ طب اعمل ايه؟ مش احنا كان عندنا شقه؟ فانا لما بقولت لمكه طب احنا مش كان عندنا شقه، فامها خدت السماعه وراحت شتمت ومش هنرغي، وراحت شتمتني وقفلت السكه في وشي. قلبي كلنا على البنت. فخدت قرار ان انا ان شاء الله هنزل يوم الخميس هجيب البنت، حتى لو هتقعد معايا في العاصمه مفيش مشكله. وكلمت بالفعل ناس وقالوا لي ملناش دعوه، هي بس عشان بنت ما ينفعش تيجي تقعد في العاصمه وكده. فنزلت علشان اجيب البنت، عديت المستشفى ودخلت ناحيه المفارق، لقيت في حد بيكلمني من الجيران، يا محمد انت ما تعرفش اللي حصل لمكه؟ فبقول لهم لا انا رايح لها دلوقتي، بالله عليكي جهزي نفسك عشان عايزك تبقي تجيبيها لي، عشان عايزك انت اللي تروحي تجيبيها لي. قالت لي يا محمد البقاء لله، مكه في المستشفى تعيش انت. لا حول ولا قوه. اتجننتي؟ قلت لي ايه؟ انت فين يا محمد؟ قلت لها انا واقف عند الملاهي. ارجع مستشفى السلام يا محمد. انا طبعا مش مصدق ان مكه ماتت، لان كل اسبوع في حوار بيتعمل، ارجع يا محمد المستشفى. يعني عقل حضرتك ما قدرش يستوعب ان ده فعلا حصل، ومش مش متخيل ان ده حصل اصلا، حتى الموت مش متخيله، حتى التعذيب والقتل والخيانه دي مش متخيله. وانا رايح على المستشفى بتصل بيها تليفونها مقفول. بمكه؟ بام مكه. يعني هي كانت بتتصل بحضرتك من تليفون مامتها؟ تمام. وانا رايح على المستشفى بتصل بيه على اساس اقول في ايه، يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل. رجعت المستشفى ما استوعبتش الا لما لقيت الاستيكر بتاع اسم مكه محمد مصطفى على باب الثلاجه. انا لله وانا اليه راجعون. يعني ربنا ما يكتبها على حد. اللهم امين. ربنا ما يكتبها على حد. انا شفت بنتي في لحظه. انا شفت بنتك ازاي يا استاذ محمد؟ اثار تعذيب شنيع، مش بني ادم اللي يعمل كده في بني ادم. مش حسبي ممكن الله ونعم الوكيل. يعني مش ممكن يكون في بني ادم عنده، معلش حتى لو ما عندوش قلب ولا عنده رحمه، سنانه تعمل كده في جلد بني ادم تاني. طب هو تصريح الدفن طلع بايه؟ يعني ايه اللي كان مكتوب فيه؟ تعذيب ادى الى القتل، وخديجه تعذيب شروع في القتل، لان خديجه برضو كان عليها على فكره خديجه لحد دلوقتي لسه ما خفتش برضو، اثار التعذيب لسه موجود لحد دلوقتي بدنيا ونفسيا، وبتتعالج عند دكتور نفسي دلوقتي خديجه، يعني لحد دلوقتي بتتعالج، وانا كمان محتاجه اتعالج عشان انا تعبت. ربنا يعين حضرتك. طب هي حق مكه عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الحكومه وعند القضاء، وحق خديجه عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الحكومه وعند القضاء، وانا مطالب ان انا اجيب حق بنتي. انا دلوقتي علشان اعيش انا وبنتي هعيش فين؟ لما رحت اجيب، لما انا طلقت قالت لي انا مش عايزه منك حاجه. هي الزوجه دي يعني الست دي فين؟ محبوسه هي اتحبست. الاثنين محبوسين. لما رحت عشان اجيب شقه عشان اقعد فيها انا وبنتي، عايز العفش بقى، انا كنت سايب الجمل بما حمل، يعني هي اتنازلت عن القايمه. انا قلت لها لا عشان عيالي ما يتبهدلوش خدي الحاجه. والله يا استاذ محمد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ربنا يعين حضرتك، ربنا يصبر حضرتك، وربنا يرحم مكه ويبارك لك في خديجه ان شاء الله. انا بس عايز اعرف خديجه ليها حق هتاخده برضو ولا؟ اكيد طبعا ان شاء الله هتاخده. اتمنى ده. اكيد أتمنى ان شاء ده. الله باذن الله. شرفتني يا استاذ ربنا محمد يخليكي، وشرفتيني يا خديجه. تسلمي. شكرا. شكرا.
ومعانا دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا بيري. أخبار حضرتك إيه؟ ده ايه الموضوعات الجامده اللي انت مكسره بيها الدنيا؟ شفت بقى؟ أيوة أقل بقى. حاجة عندنا. دكتور، إيه تعليق حضرتك عن الحالة اللي حضرتك شفتها؟ والله وانا بسمعها من جوايا تألمت وحزنت، لان عاطفه الامومه دي من اسمى العواطف الانسانيه اللي ربنا غرسها في قلب البشر، للدرجه ان سيدنا محمد لما ربنا اشار ليه في القران الكريم وقال له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الشاعر لما حب يجسد الرحمه دي اللي هي في العالمين من اول سيدنا ادم لحد القيامه ما تقوم لمليارات البشر، قال له واذا رحمته فانت ام او ابو، هذان في الدنيا هم الرحماء. فشوفي قد ايه المفروض الرحمه اللي تكون في قلب الام او قلب الاب تجاه اولاده. فكون ان حد يخرج عن الرحمه اللي جواه تجاه اولاده بالصوره البشعه والمقيته والموقوته اللي احنا شفناها في الواقعه دي، لا عمليه صعبه قوي. تعرف انه انسان بالفعل خارج عن الفطره، ده مش مجرد واحده منحرفه، مش مجرد واحده ضلت الطريق، مش مجرد واحده خرجت عن المسار الانساني، دي واحده ملوثه الفطره. للاسف الشديد ما عندهاش حتى عاطفه الامومه، بلاش عاطفه الضمير والوجدان تجاه جوزها اللي انيها وحاميها وبياكلها وبيشربها وعصب البيت وعماده. ده وصل بيها الدرجه اللي ما هو ابشع، ان هي تشارك وتقتل بنتها عشان خاطر تداري الفضيحه بتاعتها، وكمان تمثل بالجثه زي ما احنا سمعنا، في حاجه مؤلمه جدا بصراحه. الفكرة يا دكتور إن هي يعني القتل بيبقى مرحلة واحدة أو مرة واحدة، لكن هي كانت بتتلذذ، وكانت يعني الصور والحاجات والفيديوهات دي تستمتع وتتلذذ، ومش بعيد ده اللي أنا استشفيته إن يكون زوج الأم أو عشيق الأم ده كان بيتم الاعتداء على البنات، أو إن هو اللي كان بيعمل ده علشان خاطر يعني يشبع رغبة عنده. بص حضرتك، في حالات كتير احنا شفناها استباحت فأبيحت. فيعني هي لما هي تستباح ذات نفسها بتبيح عرضها وتبيح كرامتها وشرفها، وطالما دنست البيوت يبقى سهل اي حاجه تدنس بعد كده. اللي تبيع نفسها سهل عليها تبيع اي حاجه حتى لو كانوا اولادها. فاللي حضرتك بتقوليه ده وارد الحدوث، وارد الحدوث، ولا سيما ان تاريخ الراجل اللي كانت بتخون جوزها معاه تاريخ اجرامي، واحد رب سجون، واحد تاجر مخدرات، يعني واحد مفتقد حد الضمير، يعني بيدمر النفس البشريه. وقبل ما يقتل بنتنا مكه هو قتل الوف مؤلفه من الشباب بالسموم اللي هو بيديها لهم وبيتاجر فيها. ده حقيقي. فواحد منتزع الضمير، مش منعدم الضمير، ما عندوش ضمير اصلا. واعتقد ان هما الاثنين كده هو اتحلى ولقت غطاها، لان دايما برضو السايكوباتي ده ما عندوش ضمير، فواضح ان هي كمان منعدمه الضمير. يعني ازاي بتخون بكل سهوله وبكل يسر واستساغت الخيانه؟ ده بيبقى مفتاح لان هي ترتكب جرائم تانية. فهما الاثنين لقوا بعض وبالتالي عملوا الجريمه عشان خاطر ما يفتضحش امرهم او يكتشفها. طيب دكتور وليد، عايز اسال حضرتك سؤال. عايزه اعرف، او عقلي مش مستوعب الناس اللي بتتلذذ او ان هي بتبقى مبسوطه قوي بتعذيب الاطفال او بالتعذيب عامه، يعني بس سبيشالي اطفال. يعني احنا عندنا نمط شخصيه اسمه الشخصيه الساديه. الشخص السادي دوت بيكون بطبيعته بيستمتع واللي قدام منه بيقاسي كل الوان العذاب والالم. الدموع اللي بتنزل من قدام منه بتكون على قلبه بردا وسلاما. الاهات اللي بتطلع من الضحيه بيسمعها اهازيج وقطعه موسيقيه تنغم. الدماء التي تسال قدام عينيه بيشوفها وكأنه قاعد على شط البحر بيستمتع بأمواجه. أفعال شاذة كلها يعني. طبعا تركيبات شخصيات قميئة طب ده نفسها. خلي بالك، يعني ده جاي منين؟ يعني ايه اللي يخلي حد يوصل لهذه المرحلة؟ بص حضرتك، نمط الشخصية السادية بيبدأ من مرحلة الطفولة، برضو من أنماط التنشئة الاجتماعية. بيبان فين؟ يعني أنا بشوف مثلا الشخص السادي لما بلاقي طفل صغير بيقطع الوردة، بيمسك القطة من ديلها، بيقفل على الحيوان، بيعذب العصافير، ما يحطش أكل للسمك اللي عنده في الحوض، أعرف إنه شخصية سادية. يعني هو بيبتدي أصلا، أو الموضوع بيبتدي من الأول بالحاجات اللي هي بتبان مؤشرات طبعا من مرحلة الطفولة. ببقى أنا عارف إنه بعد 20 سنة هيطلع شخصية سادية. لما هيجوز واحدة هينكل بيها ضرب، عذاب، تجريح، إهانة، تكتيف، حبس في البيت، جرايم، وهكذا. فده بيبقى الشخص اللي هو السادي، بيستمتع من اللي قدام منه، قاعد بيتألم ويتلذذ بتصدير الآلام ويستمتع بيها جدا، وبيتغذى على ده.
يعني زي ما احنا عندنا مصدر السعاده نسمع اغنيه ولا نروح مسرحيه ولا نخرج هو خروجه، مصدر سعادته في ده. ده مصدر سعادته في ده. بيبقى كمان مفتقد الضمير ومفتقد التعاطف مع الاخر. يعني المفروض كل واحد فينا لما بيلاقي هم بيبقوا دمعه، مولودين كده يعني، ولا ده بيكتسبوه بالفطره، ولا هو بيبقى عندهم ميول مثلا، ولا إيه؟ احنا اتفقنا في حلقات سابقه ان كل حاجه فيها جزء موروث. مم. فلو هو جاي من بيئه ساديه او عنده حد سادي وهو وارث الساديه منه، البيئه هي اللي اما قلنا بتقوض صلاحيات الجين او بتعززه وبتنميه. فمهم جدا في تربيتنا نبقوا شايفين ده في اولادنا. مين ابن يبقى سادي؟ يعني خدي بال حضرتك، انا ساعات الاقي مثلا واحد تقول لي كده ده ابني امبارح اخد مني الغطا واستغطى لوحده وبتضحك. طب ما هنا هو بيصدر لك الم، هنا شخصيه انانيه، شخصيه نرجسيه. لو شافك تعبانه وبتترعش وما رحمكيش يبقى شخصيه ساديه. يعني في صغائر الامور يعني ما ينفعش نتجاوزها. الثغرات دي هي اللي احنا نخلي، عشان انا عايزه حضرتك بس تقولي كده في كام نقطه ازاي ان انا احمي، او ان انا اكتشف ازاي الشخص السادي ده، ازاي اعرف عشان نحمي ولادنا يعني، ونحمي نفسنا من احنا ما نرتبطش بحد كده، او ما يكونش في حد في حياتنا بالطريقه دي. لما نلاقيه قاعد بيذل اللي قدام منه من العماله الرخيصه، يعني عامل بيقدم له حاجه وبتاع وتلاقيه بيطلب منه الاجره باستجداء وما بيرضاش يديها له، اعرف انه شخصيه ساديه. لما الاقيه بيتفرج على مشهد فيه ضرب وتنكيل وتعذيب في السينما او التلفزيون ولا يحرك ساكنا، قاعد بيقزقز لب وكأنه ده بيتفرج زي على حاجه كوميديه. الناس اللي هم دلوقتي بقوا بيعملوا اللي هي حضرتك عارف موضوع دارك ويب دلوقتي، الناس اللي بقت بتتلذذ انها تعذيب تشوف القطط والحيوانات قطط الاليفه وبني وتقطيعها ادمين وكل وبني حاجه. ادمين بالظبط. ده موجود في الدارك ويب صحيح. لما نلاقيه بيشوف ده، لما نلاقيه بيخش على الالعاب اللي فيها تحديات بالشكل ده، لو هو طفل صغير اعرف انه انسان سادي. وبيبان جدا دايما في الغبطه والفرحه اللي بنشوفها في وشه لما يشوف حادثه او يشوف موقف مؤلم، يبقى قاعد مستمتع. او جريمه السفاح تهز وجدان الناس كلها، الا هو تلاقيه قاعد مبسوط وقاعد بيتبع اخبارها، نعرف انه شخصيه ساديه. وبنشوف الكلام ده حضرتك فين؟ في تعامله حتى مع الناس. ان هو ممكن يعني بشوف امهات ابنها يقع على الارض، في امهات بتجري عليه، في واحده تستنى سيكه كده التقل ده، هي بتستمتع بصراخه وبكائه وعويله وشعوره بالديسابيلتي او شعوره بالعجز، وهي الاقوى ما تجريش عليه ولا تحتضنه ولا تاخده من الارض. دي شخصيات ساديه. يعني دايما اللي يستمتع بعجزك، اللي يستمتع بتصدير الايذاء. طب هو دكتور وليد، دي حاجه بصراحه يعني انا عقلي بيرفض ان هو يستوعبها، بس هل ليه ان هو يعني ليه علاج؟ يعني نتعامل ازاي معاه؟ او يعني لو احنا ممكن نعالجه علاج يبقى جلسات نفسيه ولا ايه بقى، دواء طبعا ولا ايه؟ بالعلاج المعرفي السلوكي، بالعلاج بالاستبصار، بالغزو المعرفي، بتبديل بعض المفاهيم، بالافراغ الوجداني عن المشاكل اللي ركبت شخصيته بالشكل دوت في تاريخه الاجتماعي، باعاده تصحيح المفاهيم عنده، وبيتعمل له برنامج لخفض حده الساديه لحد ما توصل حتى لمعدل امن نقدر نتعايش بيه من خلالها. ما يتسابش كده بكل تاكيد. بس الاهم من ده كله انه يبقى هو عارف ده، وهو بالفعل بيبقى عارف، بس عنده استعداد يتعالج منه. لان لو هو انكر، لو هو عمل اسقاط وهو بيتناقش معاك تكلميه يقول لك ما انت كمان عملتي كذا، لو ما عملش تعميم وانت بتقول انت كذا يقول لك ما الناس كلها كذا. يعني طول ما هو قاعد بيقاوم وعنده دفاعات نفسيه طربت يداك، ما فيش منه رجا. انما لو هو عاوز واراد ووقف قدام الحقيقه اكيد هيستجيب اول وهينخفض. خطوات العلاج هي الاعتراف. طبعا. طيب دكتور وليد، احنا دلوقتي اتكلمنا على الشخص الجاني. طب الناس اللي بيبقى مجني عليهم من الشخصيات السادية دي، ازاي بنعرف نعالجهم او نحميهم او كده يعني؟ هم طول الوقت عايشين في متلازمات نفسية، طول الوقت عندهم شعور بالخوف والرهاب والعجز والإحساس بالذنب في بعض الأحيان. لأن زوجات كتير جدا لما بيجي لها الجلد أو الشعور بالذنب تقول لك ما أنا أبويا كان قايل لي ده لأ، وأنا قلت له أنا بحبه، لا ده كويس، الله يرحمك يابا، الله يرحمك يابا. دي أنا عاوز أقول لك دي جلد للذات جواها بتنزل فيها كرباج بيلوي قلبها. ليه؟ لان حاسه بالذنب تجاه اهلها ان قالوا لها لا وهي قالت اه، حاسه ان هي رهنت على فرس خسران وحصان خسران في سباق الحياه، حاسه ان هي ما كانتش قد توقعات اهلها. كل ده بيجي لها شعور بالذنب. ناهينا عن الاحساس بالعجز، لان غالبا في البيئه الشرقيه الراجل لما بيتجوز واحده بيقصقص جناحاتها، يعني بيشوف مواطن القوه عندها فين ويحاول عشان تخضع ليه في تبعيه مطلقه يشتغل عليها ويضعفها. يعني مثلا قوتها في شغلها يقول لها انت بتشتغلي بتاخدي كام؟ ادهم لك انا، فيقعدها من الشغل. قوتها في الحضور الاجتماعي فيغير من شكلها
لا اتحجبي عشان خاطر الناس وشعرك ولبسك. هو مش عشان الناس، هو عاوز بقدر الامكان يعمل اسوار حديديه حوالين منها وينفرد بيها، حوالين منها صحاب كويسين، يضعف البيئه المحيطه، يخليها تصاحب ناس هو عاوزهم بشكل معين وهكذا. فلما يبتدي بقى ياخدها عنده في حتته وبنى اسوار حديديه حوالين منها، يتنفس بالساديه وبالبغضاء وبالكره ويتمتع ويتلذذ انه قاعد بيهينها ويحقر من شأنها ويبث ليها العنف اللفظي والمعنوي والازدراء والاهانه والتجريع والاستهزاء من بعض مواقفها، وده شكل من اشكال الساديه. فيبتدي ان هو خلاص ما حوليش، مفيش حوالين منها حد، هتروح لمين غيره وهتقول هو. لمين، وساعتها تقول لك طب اقول لمين ومين هيسمع ندايه؟ ما خلاص بقى استفرد بيها، بقت زي ام كلثوم. أيوة. وبناء عليه احنا بنحذر اي حد بيسمعنا ما تحاوليش اللي قدام منك يغير من هويتك، صح. واخدك بهويه وواخدك بشكل ما يلعبش في الكيمياء بتاعتك. خلي عندك شخصيتك زي ما هي، تزداد ثراء بعد الجواز كمان، وتألق وتجمل وتنمق وعلو وسمو وارتقاء. ما تخلوش ينال منك، لان لو عنده عوار في الشخصيه هيلاقي فرصه ذهبيه ان هو ينال منك بعد ما يغير من هويتك. طب دكتور وليد، حضرتك شفت معانا خديجة، ربنا يا رب يخليها لباباها. يا رب. هي تعرضت لإيذاء نفسي جدا، يعني إيذاء نفسي وإيذاء جسدي، ماسكة فيه جدا ومش راضية تسيبه خالص ومش عايزة تبعد عنه وشايفاها ان هي مفتقدة الحنين وتروح لأي حد تحضنه وكده. هل هي عندها تروما؟ هي خايفة يعني لما تكبر هيفضل الموضوع ده؟ طبعا هي مفتقدة الأمن النفسي، وبعدين بقى عندها صورة ذهنية غير مستحبة تجاه نموذج الأم. يعني ده حتى ممكن بعد كده هو يخلي عندها جموفوبيا أو خوف من الجواز. ما هو ده اللي أنا بسأله لحضرتك، ده هيأثر عليها إزاي لما تكبر؟ يعني لما تكبر هيبقى عندها في الغالب جموفوبيا أو خوف من الجواز، هتخاف تخش في علاقات اجتماعية عشان ما يترتبش عليها آثار زي اللي هي شافتها بعينيها. ممكن تيجي لها تجنب اجتماعي حتى من معاملة مع الناس ومع الآخرين، تتقوقع على الذات. هتلاقي دايما هي عندها انسحاب اجتماعي، مش هيبقى عندها مشاركات اجتماعية موجودة، وممكن يأثر حتى على التحصيل الدراسي. وفي مشاكل نفسية ممكن تنتابها العمر كله، يعني ده هيجي لها متلازمة القلق، مفيش فصال، طول الوقت قاعدة قلقانة وخايفة من المجهول، بتخاف تخرج، بتخاف تقابل حد، بتخاف تقتحم أماكن جديدة وهكذا. فمهم جدا من دلوقتي نبدأ العلاج النفسي ليها. يعني لازم الأب فورا يغير المكان المتعلق ومرتبط شرطيا بكل الأحداث الغير مرغوبة. يعني ياخدها يقعد عند يعني في بيت جدتها، بيت عمتها، بيت أي حد من المقربين، بحيث تفك الارتباط الشرطي بين الأماكن واستدعاء الذكريات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بقدر الإمكان اللي بيحبوها بجد من العمات والخالات والقرايب يبقوا حوالين منها طول الوقت، ولازم يسيب لها مساحة للعب. اللعب ده مهم جدا، ويبدأ بالرسم، لأن هناك ما يسمى بالرسم الإسقاطي، إن هي بتسقط كل مشاعرها الغير مرغوبة الدفينة على عملية الرسم، وابعته لحد يحلله عشان يقول لك تطور الشخصية عندها وتطور الوجدان من الخبرة الحزينة دلوقتي رايح معاك فين. فالرسم مهم جدا، تشارك في أنشطة كتير بقدر الإمكان، ما تضغطش عليها في الدراسة، احتويها بالحب والحنان. ولما ترجع البيت تاني عندك تغير من شكل العفش، من لون الحيطان بقدر الإمكان، عشان تفك الارتباط الشرطي بين وجود المكان وبين استدعاء الخبرات الأليمة. نتمنى يا دكتور لخديجة حياة سعيدة آمنة إن شاء الله، وربنا يا رب يعوضها عن كل حاجة وحشة هي شافتها. يا رب يا بيري. وبعدين دايما بنقول للناس كلها ابني ابنك وما تبنيش لابنك. ومهما كان ضغوط الحياة عاملة زي موج البحر، موجة رايحة وموجة جاية، وقدنا عايشين في النص. فمهما كان خد ابنك في الوسطية دي واحتضنه وارقب الصدع، وابني ما تبقى منه، وحاول تبني على المواقف الكويسة، وانسى ذات نفسك انت المواقف الوحشة عشان ابنك ينساها. دكتور وليد، في بوست أستاذ محمد نزله، في كومنتات جت عليه فعايزة أقراها مع حضرتك. يا ريت. تمام. طالما خانتك يبقى البنت دي مش بنتك، أصل الخيانة في طبعها، اقنع نفسك بكده وعيش حياتك وانسى البنت. يعني خلينا نتفق، إذا أراد أحدكم أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أخونا محمد مجروح وفي اللي مكفيه، فما نحاولش كمان ان احنا نعمق من الجرح ونفتح ابواب من الشرور. يعني انت باي حق بتجزم ان هي مش بنته؟ ايه دليلك على كده؟ يعني ما احنا قلنا الخيانه جت في مرحله متقدمه من الجواز، وبنته دي مخلفها من زمان، فما يصحش يعني ما نفتحش ابواب الشرور. بالعكس اقفل على نفسك يا محمد، وربي بنتك كويس وحاول تعوضها
عن اللي فات، وتاكد ان انت لو النيه عندك صادقه انك تربي البنت دي بحب واحتضان، ربنا هيكرمك وهيلهمك الصبر والسلوان، واكيد هيرزقك برزقها. في كومنت تاني معانا، انت لسه هتكتب بوست كان زمانك قمت قتلته وقتلتها. محدش فينا يفرض علينا ردود افعالنا وفق انفعالاته هو. يعني انا انفعالاتي وردود افعالي تجاه المشاكل وطريقه حلي للازمات متعلقه بشخصيتي. احنا عندنا انديفيدوال، الفروق الفرديه. احنا لو 5 اخوات اتعرضوا لنفس الموقف هياخدوا 5 ردود افعال مختلفه. فما فيش حد يعمل علينا رهاب وارهاب ويفرض رايه من وجهه نظره ايه اللي كان المفروض. ما حدش يقول لك المفروض يا محمد، انت بتعمل المفروض من منظورك الشخصي وفق توجهك انت ووفق مرئياتك الخاصه. شكرا يا دكتور. انا بشكر دكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه.